حاجة لو عملتها هوصل مع ربنا لمراحل عمري ما كنت اتخيلها. ممكن اوصل اللي هو درجة العبد اللي هو ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، اللي هو لو أقسم على الله لأبره، اللي هو أماكن يعني مش معقول. سورة الأنبياء بتتكلم على إن الأنبياء وصلوا لحاجات بالدعاء فاستجبنا له مع إنهم هم ما طلبوش حاجة. يعني النبي أيوب خف لما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طلع يونس من بطن الحوت عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. يعني الدعاء آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كل حاجة أحتسبها عند ربنا دعاء. ربنا قال اللي بيستكبر عن عبادته هيدخل النار، قال فادعوني أستجب لكم. اللي ما بيدعيش ربنا هيدخل النار. يا نهار أبيض، للدرجة دي؟ للدرجة دي. ده مهم جدا. ليه؟ هو أنا في الفاتحة اللي بقولها 17 مرة، اللي هي الحاجة الوحيدة في الصلاة الفرض، يعني غير طبعا الله أكبر وحاجات، لكن مفيش آية قرآنية فرض عليا إلا الفاتحة بتتكلم كلها على اهدنا الصراط المستقيم، كلها تمهيد لاهدنا الصراط المستقيم. بحمد ربنا واثني عليه واقول يا رب استجب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلها ما بتتكلمش غير على حته واحده، اني بدعي ربنا. الدعاء عشان كده هو سلاح المؤمن وهو مخ العباده، وهو لو ما عملتوش هبقى في حته تانية خالص. في حد كان بيقول جمله غيرت حياته تماما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شأني كله ده صحتي، ولادي، حياتي، وظيفتي، علاقاتي، مخي، كل حاجة دي شاملة كل حاجة. أو اللهم إني أسألك بكل ما سألك به عبدك ونبيك محمد، وأستعيذك بكل ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إيه؟ الدعاء هو العبادة. يعني مش مثلا حاجة، هو ده العبادة، هو ده الأساس. من غيره مفيش عبادة. إزاي؟ يعني أول صفة من صفات الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب ما هو لو أنا خاشعة هطلب من كل قلبي كل كلمة في الصلاة. هو ده الخشوع اللي هي الفاتحة. لما قال لهم الدعاء هو العبادة قرأ عليهم الآية بتاعت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما فيهاش فصال. اللي ما بيدعيش ربنا، طب ما هو اصل انا لو دعيت ربنا هبقى بدعي في الصلاة، دعيت ربنا هبقى بستعين بيه في كل حاجة، دعيت ربنا هحمد ربنا، ما هو ده دعاء. هصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده دعاء. بس ابقى مركزة من كل قلبي ان ده دعاء. بالدعاء باختصار نوصل لحاجات عمرنا ما كنا نتخيلها. نخلي كده على طول الوقت في لساننا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما أنا شأني كله يتصلح هعوز ايه تاني؟ شأني كله ده صحتي وفلوسي وولادي وعلاقتي بربنا وعلاقتي باللي حواليا، مش هعوز حاجة تاني. خلوه دايما طول الوقت معانا الدعاء ده. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.